النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلتين، لكن عايزة أقول لكم إن هما فظاع ولذيذة جدا وهتعجبكم جدا جدا. النهاردة هنعمل بمكونين، هنعمل فراخ مشوية وهنعمل بطاطس. بس عايزة أقول لكم طريقة البطاطس فعلا تحفة ولازم تجربوها. طبعا أنا الفراخ دي قطعتها وغسلتها كويس، وبتغسليها بالملح والخل. بعد ما غسلتها تبتدي ان انتي تشقي. انا هنا كنت عامله بوراك فراخ بالشكل ده وغسلتها، وببتدي اشقها كده علشان خاطر لما نحط فيها التتبيله تبقى سهله وتبقى طريه وجوسي معاكي. وحطيت عليها البصل بعد ما ضربته في الكبه كويس جدا وفرمته كويس جدا. تجيبي الزبادي وتحطي كوبايتين زبادي او كوبايه حسب الكميه اللي انتي هتعمليها من الفراخ. ما تنسوش عمل لايك للفيديو وشير عشان يوصلكوا اي فيديو انا بنزله. وطبعا حطيت التوابل، ملح وفلفل اسود وكمون، اي بهارات عندك تحطيها. وهنا انا حطيت شويه خل وطبعا شويه كاتشب، كل ده ومع كوبايتين الزبادي. ممكن تحطي شويه بابريكا وتحطي وتعصري عليها ليمونه او ليمونتين، برضو حسب الكميه اللي عندك. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان الليمون بيدي مزازه وطعم حلو جدا للفراخ. صدقوني الطريقه دي هتخلي الفراخ المشويه جوسي بطريقه فظيعه وطريه وهتعجبك، وبجد مستحيل ان كل مره هتعمليها بنفس الطريقه دي. تابعي النهارده الفيديو، مهم جدا وجميل وهيعجبك. والبطاطس كمان اللي هنعملها مع بعض دلوقتي، فعلا كل مرة لازم تعملي البطاطس بالطريقة دي. لما كمان بتكوني عاملة شوي اذا كان كفتة او فراخ، لازم تعملي طريقة البطاطس اللي هنعملها مع بعض. كده انا خلاص بتبل الفراخ. طبعا لازم تدخلي التتبيلة فيها، وبعدين بالاضافة ان لو عندك اللي هو توابل السبع بهارات برضو تحطيها عليها. اي توابل هتحطيها عليها هتفيد ان الفرخة هتبقى متبلة كويس. طبعا مع الزبادي بيطري الفراخ اثناء الشوي. كده انا بحط الملح وظبطت خلاص التوابل بتاعتها وحطيتها في الفرن. بعد طبعا ما بتسيبيها، كل ما بتسيبيها في التلاجة مدة اطول بتبقى فظيعة. وهنا بقى انا حمرت شوية بطاطس. طبعا انت بتحطي الكمية بتاعتك اللي انت هتحمريها في بولة عندك بعد ما يتحمر البطاطس، وبتجيبي بصلاية بتقطعيها صغيرة بالشكل ده وتحطيها على البطاطس، وبتجيبي حزمة بقدونس وبتحطيها على البطاطس. او شوية لو مش عايزة تحطي الحزمة كلها، حطي لو حزمة صغيرة حطي شوية بقدونس عليها، وحطي شوية ملح وشوية كمون ورشة فلفل اسود وقلبيها. والتكاية بقى اللي فعلا هتحسسك ان انتي بتاكلي بطاطس بطعم الفراخ المشوية او الكفتة المشوية، تقلبي اللي انا قلتلك عليه ده، قلبيه كويس جدا وما تقلقيش خالص، لاني عايزة اقول لكم ان الطعم فعلا هيبقى تحفة. وبعدين بتجيبي فحمية وبتحطيها على البوتاجاز بالشكل اللي هتشوفيه معايا دلوقتي. انا هنا جبت طبق صغير علشان خاطر احط فيه الفحمية. ممكن تجيبي حتة ورق فويل وتحطي جواها الفحمية بعد ما بتحمريها، وبعد كده تحطي عليها نقطتين زيت بس علشان خاطر البخار بتاع الفحمية هيطلع على البطاطس، هيخليها فعلا بطعم الفراخ او الكفتة المشوية. انا هنا خلاص في النهاية فرخت الفراخ بعد ما بتحطيها تحت الشواية. وطبعا لما خليتيها في التتبيلة مدة طويلة مش هتاخد وقت معاكي خالص في التسوية. وهنا انا كنت عاملة شرايح فراخ بالبصل والطماطم يا دوب ني في ني كده، كانت برضو تحفة جنبها. اكلتنا النهاردة زي ما انتم شايفين كده، فراخ مشوية على الشواية في فرن البوتاجاز عادي، عايزة تشويها على الفحم عادي خالص، شكلها النهائي. والبطاطس بالطريقة الممتازة الهايلة دي. بجد يا جماعة جربوا البطاطس دي وقولوا لي رأيكم، اللي هيجربها بجد مش هيندم. وده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده ليها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.